اهم حاجه لو في التحام يبقى ما يستاهلش الانذار التاني. تعال نشوف مع بعض كده. هتلاقي ان من الزاويه اللي انا جايبها دي في التحام، ممكن الحكم يشوفه انه ما يستاهلش يبقى ضربه جزاء. اول حاجه هنشوفها مع بعض هنا خطا على لاعبي الاتحاد. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي في التحام بالقدم، وطبعا هنا الالتحام موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. هنا الحكم حسب خطا على لاعبي الاتحاد. هنشوف مع بعض هنا هتلاقي في التحام بالقدم، وهنا الالتحام موجود وقرار الحكم قرار صحيح. نروح للحاله اللي بعديها. الحاله دي مهمه جدا. هنا لاعبي الاتحاد كان بيطلب بضربه جزاء. نشوف مع بعض هل في التحام ولا لا من لعيب نادي الزمالك. لما نشوف مع بعض من الزاويه ديت هتلاقي هنا لعيب نادي الزمالك بيستخدم اليد في وش لعيب نادي الاتحاد. لعبه زي دي واضحه جدا، يعني هنا استخدام اليد موجود قبل الكوره ما توصل للعيب نادي الزمالك. يعني هنا لعيب الزمالك ما لعبش الكوره وبعد كده حصل التحام باليد، لا، ده قبل الكوره ما توصل للعيب نادي الزمالك وهو طالع في الهواء ابتدى يستخدم اليد في وش لعيب نادي الاتحاد. طيب هل لعيب نادي الاتحاد برضه استخدم اليد مع لعيب نادي الزمالك؟ طبعا يد لعيب نادي الاتحاد بعيد تماما عن لعيب نادي الزمالك، فهنا استخدام اليد جوه خط ال 18 موجود. الحكم المفروض يحسب ضربه جزاء للعيب الاتحاد، الحكم ما حسبش ده، الحكم حسب فاول على لعيب نادي الاتحاد. اي حد يشوف اللقطه ديت ممكن يقول لي يعني لعيب الاتحاد عمل ايه عشان يتحسب عليه فاول؟ لعبه غريبه جدا. الحكم حسب فاول على لعيب الاتحاد واكد عليها حكم الفار ان مفيش ضربه جزاء. طبعا هنا قرار الحكم قرار خطا. نروح للحاله اللي بعديها. هنا فاول على لعيب الزمالك. هنشوف مع بعض هتلاقي في تدخل بقوه على قدم لعيب الاتحاد، وهنا الحكم حسب المخالفه قرار الحكم صحيح، بس لعبه زي دي كان لازم يبقى معاه انذار. نروح للحاله اللي بعديها، وهنا لعيب الاتحاد اللي اتطرد. هنشوف مع بعض اول لعبه خد فيها الانذار. لما نشوف مع بعض هنا هتلاقي لعيب نادي الزمالك لعب الكوره، بعد كده مفيش اي التحام. يعني لعيب نادي الزمالك لعب الكوره نط في الهواء دخل في لعيب الاتحاد زي ما احنا مش شايفين مع بعض، لعيب الاتحاد ما لمسهوش نهائي. الحكم حسب فاول على لعيب الاتحاد واداله انذار في اللعبه دي. ده الانذار الاول. لما نشوفها مع بعض هنا هتلاقي لعيب الزمالك لعب الكوره اهو، وبعد كده يعني ما تعرفش هو ماله لعيب الزمالك نط برجلين الاثنين بعد ما لعب الكوره، وزي ما احنا ما شايفين مع بعض ما فيش اي التحام. الحكم حسب فاول على لعيب الاتحاد واداله انذار. طبعا قرار يعتبر فضيحه. هو طبعا اللاعب في لعبه بعديها خد الانذار الثاني. طب خد الانذار الثاني ليه؟ علشان الحكم شاف ان هو بيمثل واللعيب كان بيطلب بضربه جزاء. تعال نشوف مع بعض هل في التحام ولا لا، وملناش دعوه بضربه الجزاء. اهم حاجه لو في التحام يبقى ما يستاهلش الانذار الثاني. تعال نشوف مع بعض كده. هتلاقي ان من الزاويه اللي انا جايبها دي في التحام، ممكن الحكم يشوفه انه ما يستاهلش يبقى ضربه جزاء، بس اي التحام يبقى ما فيش تمثيل. حتى لو اللاعب وقع بعد ما عدى القدم، طالما في التحام يبقى ما فيش تمثيل. لو مش هتحسب ضربه جزاء يبقى على الاقل ما تدلوش الانذار الثاني، مع ان الانذار الاولاني كان كمان ظلم والانذار الثاني برضه ظلم. نروح للحاله اللي بعديها. هنا كان لعيب الزمالك بيطلب بضربه جزاء. لما نشوف مع بعض من الزاويه ديت هتوضح ان هو لعيب الاتحاد حط جسمه قدام اللاعب وخد الكره، وطبعا هنا مفيش ضربه جزاء وقرار الحكم قرار صحيح. دي كانت اهم الحالات التحكيميه في مباراه الاتحاد وفريق نادي الزمالك.